10,000 دبابة و10,000 مدفع. هذه القوة التي يمكن تحريكها للمعركة فقط، وأكثر من 2000 طائرة مقاتلة. شوف القوة اللي يملكوها العرب، ما اللي يملكوها، اللي يقدروا تحريكها. في 50% احتياطي تركناها لهم، لكن القوة التي يستطيعون العرب اليوم تحريكها للمعركة، للدفاع عن القدس والله فلسطين والله عن الأرض المحتلة من مصر والله من الأردن والله من سوريا والله من لبنان وإلا من المغرب وإلا في الخليج، أي مكان، يستطيعون تحريك 1,000,000 جندي و10,000 دبابة و10,000 مدفع و2000 طائرة. الآن في 1,000,000 جندي جاهزين، وفي 2000 طائرة رابضة في المطارات العربية، وفي 10,000 دبابة جاهزة و10,000 مدفع ميدان جاهز. ومع هذا لا يستطيعون إيقاف جراف إسرائيلي يدمر القدس الشرقية أمام العرب، ولم يتوقف هذا الجرار ولن يتوقف. الخزي والعار على 1,000,000 جندي عربي وعلى 10,000 دبابة وعلى 10,000 مدفع وعلى 2000 طيار وطائراتهم، اللعنة عليهم والخزي والعار، ويجب عليهم أن يموتوا أحسن من يبقوا أحياء أمام هذه الفضائح وأمام هذا الذل الذي يهان الأمة أمام الأمم. متى تتحرك هذه القوة؟ إذا ما تحركت الدفاع عن المقدسات وعن النساء وعن الأطفال وعن الأرض المحتلة وعن الشرف. هل يشرفنا نحن نكون جيش نظامي في ليبيا؟ أبدا. الشعب الفلسطيني المسلح، الشعب الفلسطيني الذي استطاع أن يتحصل على السلاح، خسر العدو أكثر مما خسرته كل جيوش العرب من عام 48 وحتى حرب رمضان. احصوا الضحايا، ضحايا العدو من 48 إلى حرب رمضان 73 فرنجي، واحسبوا الضحايا الذين سقطوا على يد الفدائيين، على الشعب المسلح. سنجد أن الشعب المسلح المقاوم الشعبية الفدائيين ألحقوا بالعدو الخسائر التي عجزت الجيوش عن الحاقها بالعدو. ثم انظروا لجنوب لبنان المحتل، أين الجيوش النظامية؟ من الذي يقاتل في جنوب لبنان؟ المقاومة الشعبية، فدائيين. الجولان محتلة، اسكندرونة محتلة، سبتم ليليا محتلة، الكناري محتلة. تقولون أن لكم جزر في الخليج، هي أيضا محتلة، سواء من إسرائيل ولا من أمريكا ولا من أم الرشراش مصرية محتلة، غور الأردن أرض أردنية محتلة. أنا أتكلم عن الدول العربية اللي عندها جيوش وأراضيها محتلة. أما فلسطين يقاوم الشعب الفلسطيني ويكبد العدو الخسائر الفادحة، بينما الجيوش تتفرج. الجيوش تتفرج. أرضك محتلة وتساوم عليها وتفاوض عليها. المفاوضات يجب تكون تحت تظنين الرصاص، فلتكن مفاوضات. نحن لسنا ضد المفاوضات، فلتكن مفاوضات ولكن تحت عزيز الرصاص. عار، أرضك محتلة والعدو يسرح ويمرح فيها وانت تتفرج. إذا كان السبب هو أن العدو متفوق عسكريا، فالقوة العربية العسكرية النظامية متفوقة عشرات المرات على العدو الإسرائيلي. إذا كان السبب هو أن العدو الإسرائيلي وراه أمريكا، إذن فلنقاطع أمريكا ولنحارب أمريكا ولنواجه أمريكا. لا نتودد لأمريكا، لا نمسح الجوخ بتاع أمريكا، لا نخبر حذية الأمريكان، تنصف الأمريكان الذين ألحقوا بإهانة بأمتنا واحتلوا أرضنا وظهروا على إخراجنا من ديارنا. إذا كانت أمريكا هي التي مكنت العدو من الحق هذه الإهانات بنا،
وضرب النساء العربيات، إذا لابد أن نشر السلاح في وجه أمريكا، لكن ليست بالجيوش المهزومة، بالشعوب المسلحة، بالمقاومة الشعبية. هذا الكلام الذي أقوله الآن يصفق له كل مواطن عربي محيط للخليج، ولا يستطيع أحد أن يرد على هذا الكلام. هذه الحقيقة المرة، وبالتالي نحن نستعد لجعل التدريب العسكري العام تقليد ثابت في ليبيا، وانتم الذين تقومون بتدريب الشعب، الرجال والنساء، في كل المؤسسات، في المدارس والحقول والمصانع والبيوت وفي كل المؤسسات الجماهيرية. أنتم الذين تدربون الشعب على المقاومة وعلى القتال. الشعوب لا تستعمر غيرها، الشعوب لا تخرج خارج الحدود، الشعوب لا تكره الشعوب الأخرى، ولكن الشعوب لا تهزم عندما تقاوم ضد الجيوش النظامية. أي جيش نظامي يهاجم شعب مسلح محكوم عليه بالهزيمة والفشل مسبقا مقدما. نحن نحمي السلام، نحمي الحرية، لأن السلام مهدد أمام الطغيان، طغيان القوة، هو الاستكبار، والحرية مهددة أمام هذا التطاول وهذا الاستهتار. العرب يستطيعون عقد قمة مع عدوهم في رمشة العين وغير قادرين على عقد قمة عربية. يا للعار! إذا صدرت أوامر من واشنطن تم تلبيتها فورا، أو أوامر من تل أبيب، لكن أوامر من ضمير الأمة العربية، من ضمير أمتهم، صراخ النساء والأطفال تحت سلابك خيل الأعداء، لا يستجاب لها. يا للعار والخزي! هذا النظام الرسمي غير الشعبي غير الديمقراطي فقد مبررات وجوده من المحيط للخليج. جيوش، احزاب، حكومات، انتخابات، دساتير، كلها يعني بتوضع في صيغة المهملات وتدوس عليها الجماهير باقدامها. سلطة الشعوب، المؤتمرات الشعبية، اللجان الشعبية، اللجان الثورية، القيادات الشعبية، الشعب المسلح، التدريب العسكري العام، المراوب الشعبية، هذا هو الطريق، وسننتصر حتما مهما ضحينا، لكن في النهاية سنكسب النصر.
لا مداهنة ولا مجاملة في مصير الأمة وفي القضايا الخطيرة الجوهرية مثل هذه القضية التي نعيشها اليوم، قضية تدمير الأمة العربية والتطاول عليها وإهانتها. لا نجامل ولا نهادن في قضية مصيرية مثل هذه القضية، قضية الخطر الذي يداهم الأمة، الإهانة التي تفرض على الأمة، الاستسلام المخزي. كل العالم سمع ماذا قال نتنياهو للعرب بالأمس منذ يومين، قال لهم المفاوضات هي القوة الإسرائيلية، السلام هو قهر العرب، الأمن هو الأمن الإسرائيلي فقط. هل ما زال من يتكلم عن السلام أو المفاوضات أو المسار السوري أو اللبناني أو يتكلم عن أي حل سلمي بعد هذا التصريح المفهم القاطع المتحدي وبرضه الشجاع؟ قال نتنياهو للعرب وللعالم المفاوضات هي القوة العسكرية الإسرائيلية، السلام هو قهر العرب واستسلامهم بلا قيد وشرط. كل العرب سمعوا هذا الكلام وطاعوا الروس وما زال يتشبكوا بالمفاوضات. ما تستطيع تحرر فلسطين، ما تستطيع تحرر أرضك، لا تعترف بالعدو، لا تستسلم، ابني نفسك، ابني الوحدة العربية الاقتصادية العسكرية السياسية. نتلقى الأوامر من واشنطن يا عالم حتى نعقد مؤتمر قمة عربي أو نعمل سوق عربي مشترك أو نزيل الجمارك بين البلاد العربية. ما هذا التخاذل؟ طز في واشنطن ومليون واشنطن. احنا لا نعتبر بواشنطن إلا عاصمة زي أي عاصمة أخرى، وأمريكا نعتبرها دولة من ضمن دول العالم تحترم نفسها وتقف موقف الند مع كل دولة كبيرة أو صغيرة، وإذا أردت تعدي حدودها نحن جاهزين بالشعب المسلح، بالمقاومة التي تستمر سنين وسنين، أعتى من المقاومة الفيتنامية. الشعب المسلح الفيتنامي قهر جيش أمريكا العالمي، أول جيش في العالم، استسلم أمام المقاومة الفيتنامية. فلتجرب أمريكا مرة أخرى. نحن نعلن إننا شعب مسلح، الرجال والنساء يخضعون للتدريب العسكري العام ولحمل السلاح، ولن نقاتل بدبابة ولا بطائرة ولا حتى بمدفع، ولن نقاتل بجيش نظامي أبدا، سنقاتل بالمليون ومليون ونصف مقاتل من الرجال والنساء من الشعب المسلح، وليتفضلوا كان بالذات.